حلقة جديدة النهاردة بنتكلم فيها عن الإبداع في الفوتو مانيبيوليشن، لكن الشرح النهاردة هاخدك من المرحلة اللي هي المبتدئة للمرحلة المتقدمة. النهاردة هنتكلم عن الحلقة اللي انتوا كلكم نفسكم فيها، وهي تصحيح الألوان اللي بيسموه الكالر جريدنج والساتوريشن والحاجات والتفاصيل اللي انتوا بتدوروا عليها، ازاي بنظبط الألوانات بتاعتنا. في حاجات كتير جدا ممكن تكون بتتشرح لنا ما بنبقاش فاهمينها. النهاردة بإذن الله هشرح لكم الموضوع بكل التفاصيل اللي انتوا بتدوروا عليها. يلا بينا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أتمنى من الله أن تكونوا بصحة جيدة. في هذا اليوم تبحر سفينتنا إلى عالم جديد، حيث الجزر الجديدة والأسرار العميقة نسرد فيها من التفاصيل الشيقة والعناوين البارزة. نتمنى أن تنال إعجابكم، ولكن قبل أن نبدأ لابد أن نذكر الله عز وجل. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا طيبا متقبلا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. ولكن أود أن أذكرك بشيء فيه الخير لي ولك. في هذه الدنيا يا صديقي نتعلم أشياء كثيرة، ولكنها من العلوم الدنيا التي نتقرب إلى الله فيها بالحسنات اليسيرة. ولكن هناك علم واحد إن تمعنت فيه رزقك الله من خيري الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. من يقرأ القرآن ويتمعن فيه يأتي يوم القيامة وفي وجهه نور. وقال الله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أتمنى من الله أن تكون من الناس الذين يوم القيامة يجعل وجوههم بيضاء. دعونا نبدأ وسنعود بعد قليل. النهاردة الفيديو بتاعنا فيه أسرار كتير حلوة هتعجبكم، وأتمنى من الله عز وجل يعني أن يوفقني في أني أوصل لكم المعلومة بطريقة سهلة ومبسطة حسب التدريج اللي أنا منسقه في دماغي. طبعا أنا خدتك في رحلة كده، إن أنا ابتديت من أول إن إحنا ابتدينا نعمل المانيبيوليشن الدمج، واتعلمنا طرق القص بتاعة السلكشن. طبعا دي ما كانتش كل الطرق، في طرق كتير جدا جدا للقص. على حسب اللي بتيجي في دماغك، الموضوع مش حفظ خالص. أنا اللي بيجي في دماغي بنفذه، ممكن كذا طريقة، ممكن حاجة تيجي في دماغي أنفذها، ممكن حاجة تانية مختلفة تعجبني أطبقها. وفي كل المشاريع اللي جايه هتلاقيني بطبق طرق مختلفه هتتعلم منها افكار اكتر واكتر. دخلنا في المرحله اللي بعد كده اللي مهمه جدا بالنسبه لي، ان الاستوكات بتاعتك بتبقى اضاءتها كلها مش موحده. في حاجات متصوره بالليل، حاجات متصوره بالصبح، وده اللي احنا خدناه في فيديو مفصل، جزء نظري وجزء عملي. شرحنا فيه كل التيبس اند تريكس في الموضوع ده خالص، بسطناه بكل الطريقه. معلش هو الموضوع ممكن يبان ضخم، بس انا الحمد لله عرفت ابسطه. يعني هي دي بتبقى مراحل ادفانسد شويه، بس اللي هيمشي على نفس الخطوات هتبقى بالنسبه له الدنيا سهله يعني. طبعا بنخش على برنامج بيور ريف. طبعا انت ممكن بحرف الزد وبكره الماوس عادي تكبر وتصغر، لان في ناس قالت لي ان الموضوع صعب في برنامج بيور ريف، ان هو بيصغر لازم يقف في نقطه كده ويكبر ويرجع وبعد كده يروح هنا وكذا. ممكن عادي في طريقه ثانيه، ان انت ممكن بحرف الزد كده تقف، بس اهم حاجه تحدد السهم الحته دي كده بحيث انت تكبر هنا. تمام. ممكن ترجع ورا كده وتقف على الصوره دي في المنتصف كده. تمام. او ممكن تيجي كده، بس حدد الاول اقف بالسبع كده، دوس على حرف الزد وكبر وصغر. تمام. وبعد كده انا اخدتك في المرحله الثالثه، مرحله الريفليكشن. ومرحله الانعكاسات من الحاجات اللي بتدي الديزاين بتاعك واقعيه، ان هو بيبان ان هو فعلا واقعي، مش مجرد ديزاين انت ركزت على الجزء اللي فوق ونسيت الجزء اللي في الميه. وده طبعا يعني مش بيخلي التصميم مش واقعي. طبعا عملنا هنا ريفليكشن دي شويه التفاصيل. وبعد كده قلنا المرحله الجايه هنشوف الساتوريشن، التشبع، وهنشرح بالتفصيل الالوانات بشكل عام. وانا اللي يهمني الدرس بتاع النهارده ده يندرج تحت 3 هيدلاينز، 3 هيدلاينز يعني عناوين رئيسيه كده. اول حاجه يهمني جدا انك انت تفهم الالوانات بشكل عام. كل كلمه انا بقولها من بقي انا عايزك الجزء اللي هقول لك تفهمه، والجزء اللي هقول لك تحفظه. بس انا يعتبر اغلب شغلي هو بيدور حوالين طيب انا هبتدي الاول هاخدك في موضوع الساتوريشن، التشبع. وهنبتدي نقفل اداه التشيك دي بتاعت البلاك اند وايت. احنا خلاص خلصنا البلاك اند وايت. يهمني ان احنا هنبتدي دلوقتي نخش في مرحله الساتوريشن، التشبع. ففي هنا حاجات في التصميمات اللي قدامك دي تحس ان هي سحبه المشهد، يعني مخليه عينك تروح ناحيه حاجات معينه. انا مش عايز كده. انا عايز ان الديزاين ده في الاخر يبقى كله ميه واحده ولون واحد، وباين ان هو متصور في كادر سينمائي واحد، اللي هو الميد برسبكتيف اللي احنا شغالين عليه. ده اللي يهمني في الموضوع ده كله. طيب في حاجات احنا في ادوات احنا بنشتغل عليها بتعرفنا ان ان الاجزاء اللي في الديزاين ده في تشبع قوي فيها. خلينا برضك نوضح لكم كده قبل ما نخش في الشرح بتاعنا. تمام. ادي دي الساتوريشن.
هنبتدي نخش بقى على حاجه اسمها المخبر السري بتاعنا. احنا خلاص عرفنا المخبر السري بتاع الاضاءه اللي هو البلاك اند وايت. هبتدي اعرفك المخبر السري رقم 2 اللي هو بيكشف عن الساتوريشن بتاعتنا. هنبتدي نخش على اداه السلكتيف كلر. هتلاقي فيه هنا الوانات كتير جدا موجوده قدامك. انا يهمني انك انت تمسك الالوانات دي كلها، تبتدي ان انت تقلل الاسود فيها. تمام، اليلو قلل الاسود، الجرين قلل الاسود، السيان قلل الاسود، البلو قلل الاسود، الماجنتا قلل الاسود. بعد كده الثلاث الوانات الاخرانيين دول اللي هم الوايت اللي هم بيشمل الجزء اللي هو الخاص بالمناطق اللي فيها نسبه هايلايت شويه. هي مش مكتوبه قدامك بس خليك عارف ان الوايت بيركز شويه على المناطق اللي فيها هايلايت اضاءه عاليه. فنبتدي بس نيجي على الثلاثه دول، عكس بقى الباقيين قللنا الاسود. هنا هنرفع الاسود ل 100%، وهنيجي على المنطقه النيوترال اللي هي الميد تون، وركز في الكلام اللي انا بقوله لانه مش مكتوب قدامك. وهنا البلاك هترفع فيها الاسود ل 100%. يبقى احنا جينا على كل الالوانات اللي موجوده قدامك فوق دي لحد الماجنتا وقللنا الاسود فيها. تمام، وجينا على الوايت اللي هو بيساوي المناطق اللي هي الهايلايت، وجينا على النيوترال اللي هي فيها المناطق اللي هي المنتصف اللي هي في الصوره الميد تون ورفعنا فيها الاسود، وجينا في المناطق اللي هي البلاك اللي هي الشادو ورفعنا فيها الاسود. طيب انت دلوقتي اديتني الاداه دي اللي هي التشيك بتاعك، اداه الفحص. ابتديت ان انت تعرف هنا تبتدي تعمل هنا تحليل اناليسيس. بالنسبه لك عباره ان انت بتشوف الديزاين اللي موجود قدامك ده بيبقى فيه هنا مشاكل في الالوانات. شايف انت المنطقه دي في مشكله في اللون الماجنتا اللي هو اللون البنفسجي. هشرح لك كل الالوانات واساميهم بالانجليزي عشان ما تحسش الموضوع صعب معاك. وهنا في لون تحس ان هو مصفر شويه مع اورنج. والجبل ده زي ما قلت لكم في الحلقات اللي فاتت ان هو فيه لون اخضر موجود قدامكم اهو، اهو لون اخضر. و وهنا تحس بردك ان هنا في لون بنفسجي كده ماجنتا. تمام، فهنا بردك في سنه بنفسجي مع شويه تظبيطات، وهنا بردك في لون اصفر شويه. فدي بالنسبه لي انا مشكله. الساتوريشن ده بيخلي المشاهد يبتدي عينه تروح في حاجات هو مش عاجباه. طيب خلاص احنا كده عملنا اداه التشيك لاير بتاعتنا اللي هي اداه السلكتيف كلر. ولازم لما تيجي تشتغل عليها كده تعمل ايكوال زي ما احنا اتعودنا ان دي احنا اشتغلنا عليها ساتوريشن. سوري، ساتوريشن. ممكن تكتب اول 3 حروف عشان تبقى عارف يعني. طيب انا مجهزها هنا اوريدي زي ما قلت لكم. بفعل اداه الاكشن هنا، بعمل الخطوات دي عشان ما اقعدش اعملها كل مره، بتعمل مره واحده وخلاص وبحفظها فهي بتبقى ظاهره عندي. ممكن لو جيت عملت كده خلاص هي نفس الاداه اللي انا عملتها هنا، هي نفس الاداه اللي عملتها. تمام، كوبي عشان برضك ايه الناس اللي ايه مبتدئه، نراعي الناس المبتدئه. طيب جينا هنا بكل بساطه فعلنا اداه السلكتيف كلر اللي هي بتاعت الساتوريشن. المفروض هنا في حرف ايه انا مش شايف. ماشي. طيب كده هل بعد كده ايه الاجراءات المتبعه او الادوات اللي احنا نبتدي نصلح بيها الالوانات دي؟ انا هبتدي اعرفك الادوات، لكن في المحاضره اللي جايه هنبتدي نشتغل عملي. بس انا هفهمك الدنيا ماشيه ازاي. هتيجي على كل استوكايه وليكن مثلا الجبل اللي موجود قدامك ده اهو الليفلز. احنا هنا بنبني الطبقه فوق الليمونيست اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات. فالفيديو الطبقه اللي احنا هنحطها دلوقتي هي فوقها. يعني انا مثلا انت بتعمل طبخه ما ينفعش تحط حاجه قبل حاجه فتبوظ الاكله معاك، فانا يهمني ان الطبقات تترصص في بعضها. طيب ادي الاستوكيه بتاعت الجبل بتاعتك بكل بساطه انك انت بتيجي اداه جميله جدا اسمها اداه الهيو اند ساتوريشن. مصطلح الهيو اند ساتوريشن انا هفهمه لك بعد شويه، بس انا اللي يهمني ازاي بنظبط الساتوريشن ببساطه شديده جدا. انت عندك هنا اليد اللي موجوده فوق دي، انت كل اللي انت بتعمله بتبتدي ان انت تدوس عليها وتبتدي. لو احنا دوسنا الت على الجبل هيدخلنا عليه على طول بدل ما نقعد بقى كنترول زائد وكنترول ناقص الشغل ده. تمام، هتيجي هنا على اليد اللون ده هتبتدي ان انت تسحب الساتوريشن بتاعه. خلي دايما ايدك حساسه عشان شغلك يطلع حلو، لا تزود قوي ولا تقلل قوي، يعني ظبط دنيتك. لقيت الدنيا باظت معاك ارجع من الاول وتحرك اهو، علم الايد ايه وتحرك سنه صغننه خالص، صغننه. تمام. طيب في بعض الحاجات في بعض الحالات هتلاقي ان في ستوكات هتيجي تشتغل عليها هتقف بوضع الايد، هتيجي تسحب منها اللون هتلاقيه مش راضي يسحب معاك، هتقعد انت بقى تتجنن وتحتاس وتقعد تلف حوالين نفسك، والموضوع ممكن يكون مش كده خالص. ممكن انت تلاقي اداه ثانيه تعمل معاك الشغلانه دي. هنصادف حالات زي كده اثناء الشغل بتاعنا، هتلاقي ان احنا ممكن نلجا لاداه السلكتيف كلر. تمام، وهتلاقي ان احنا هنعمل نقفل اداه الهيو اند ساتوريشن احنا عملناها دي. وهتيجي انت هنا عندك 3 حاجات موجودين تحت هنا، او بتمسك اللون نفسه وتسحبه. لو انت عارف ان ده اللون الاخضر بتخش عليه وتسحبه، او لو انت عايز تشتغل شايف ان اللون ده في منطقه الهايلايت في المناطق المضيئه، كل اللي انت عليك هتعمله هتخش على اللون نفسه. وانت مثلا شايف ان هو بس طبعا هو هنا مش هيطبق على الديزاين ده لان الديزاين ده مش المشكله في اللون، هو الهيو ساتوريشن هتقدر معاك الغلط. بس انت لو جيت تطبق عليه هتلاقيه مش يعني مش هيجي معاك. بص يعني ان هو مش المشكله معايا هنا في اللون، مش المشكله معايا في ده، مع ان انا واقف على الوايت بص مفيش اي افكت بيحصل اهو. هتلاقي هنا بقى لما تيجي تسحب الاسود هتلاقي هنا بيشتغل في الحتت دي بس اهو، بص بيشتغل على الحتت دي بس. فهنا المشكله مش في السلكتيف كلر. فخليك دايما عارف ان انت في بعض الحاجات هتيجي تسحب منها الالوانات هتلاقيها مش جايه معاك سكه، تقعد تتنطط قدامها الهيو اند ساتوريشن مش هتعمل معاك حاجه، تقوم داخل على السلكتيف كلر هتشتغل بيها تلاقيها ظبطت معاك الدنيا. هنصادف حالات زي كده وهنعملها قدامكم مفيش ادنى مشكله.
طبعا دي اداه الهيو اند ساتوريشن بنشتغل بيها في كل التصميمات اللي موجوده قدامك، وليكن مثلا السماء اللي موجوده قدامك دي، كل اللي انت عليك هتروح هنا هيو اند ساتوريشن. انا بس مش عايز اكرر الشرح اكتر من مره عشان فاهم اهو. بالظبط كده. وده هنشوفه في الفيديوهات اللي جايه ازاي هنظبط الكلام ده لو استوكات تقيله او الكلام ده. خلصنا من الهيو اند ساتوريشن. طيب حاجه تانية مهمه جدا، ان انا قبل ما هبتدي اشتغل في الالوانات مهم جدا عندي نقطه مهمه جدا جدا، وليكن خلينا بس نبتدي نعرفها. ازاي انت بتستخرج اللون بتاعك. يعني مثلا انا دلوقتي انا خلاص خلصت الساتوريشن، ببتدي افتح الالوانات بتاعتي. لو انت لاحظت هنا هتلاقي ان الجبل ده، نيجي على مرحله الساتوريشن، الاول كان عامل كده، بعد ما انت ظبطت الساتوريشن هدي شويه. تمام. يعني بما ان احنا شرحنا الحته دي يعني، بس تفصيلها ان شاء الله في المحاضره الجايه تشوفوها اكتر. طبعا الاستوكه دي هبتدي انا اظبطها، بس انا ايه يعني كل مره بنساها اعدلها واحطها تاني، لان انا حاسس ان في حاجات متاكله فمش مقتنع بيها. هنيجي بقى لحته ازاي، ودي الحاجه اللي مهمه جدا بالنسبه لكم، ازاي احنا بنختار الالوانات اللي هنوحد ده التصميم كله. في حاجه هنا عايزك تركز بقى، عشان انا هخطفك كده في حته كده. الكالر جريدنج اللي هو تصحيح الالوانات، انا يهمني ان انا اقفل الفور جراوند واقفل الميد جراوند، وهيبقى لي الجزء بتاع الباك جراوند اللي هو السماء والشمس، واقوم قافل كل الحاجات الجميله اللي موجوده فوق دي. يهمني الجزء ده فقط. طيب هبتدي اعمل حاجه هنا، اداه تشيك بالنسبه لي جميله اسمها اجيبها لكم دلوقتي. خلينا نقفل دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اداه الثري شولد. اداه الثري شولد من الادوات المحببه جدا جدا بالنسبه لي في ان انا بستخرج الالوانات اللي انا هشتغل بيها في الديزاين. طيب خلينا، طبعا في اداه ثانيه مهمه جدا في الموضوع ده اسمها الانفو. هتجيبها مثلا من هنا، هتلاقي في حاجه اسمها الانفو، تجيبها تدوس عليها تظهر لك. يعني دي مهمه جدا بالنسبه لي، تبقى كده بس تطلعها كده بعيد عني عشان انا ابقى شايف الكلام اللي بيطلع هنا، الدرجات دي. طيب نيجي بقى لاداه الثري شولد بتاعتنا. ابتدي بس افتح كده وابتدي ان انت هتيجي هنا، انا هبتدي عايز اظهر اول لون واخد ساتوريشن. يعني انت لو فتحت كده هتلاقي هنا في لون، تمام. بس خلي بالك في مناطق بتبقى فيها هايلايت، يعني بتبقى مشعه قوي، فانت لو خدت منها لون مش هيبقى الطف حاجه. هي اصلا بتبقى بيضه، مهما انت تشتغل عليها هتبان في تصاميم هنيجي نشتغل عليها بعدين. بص انت هنا حتى الكيرف ابتدى يطلع من عند النقطه دي. هبتدي ان انا بس اتحرك حاجه كده بسيطه. هبتدي ان انا اجي بس عند دي كده واخليها في الجراي سكيل. هتلاقي انت عندك ار جي بي، خليها في الجراي سكيل. وهتيجي عند اداه اللي هي الاي دروبرز، وهتيجي تختار مثلا نحط سبوت هنا وليكن هنا السبوت بتاعتك هنا واخده كام؟ مكتوب عندك كام؟ الكي واخده 10. نحط بس قبل ما تضغط شيفت واضغط كده، حطيت انت نقطه هنا سميتها رقم 1. طيب انت عايز تشوف ان دي كنت انت واخدها ب 10 عادي، انت ممكن تيجي كده تقف على جريس كده هتلاقي ظاهر لك الرقم 10، يبقى احنا مختارين نقطه عند الرقم 10. طيب هنيجي هنا نمشي عكس ونبتدي نرجع. خلينا بس نكبر كده عشان نشوف التصميم بتاعنا. هنا هتلاقي بقى ايه؟ اول لون اسود يظهر معاك، ابتدي انك انت تمام. هو اللون الاسود هنا يعتبر واخد حوالي 82%. هتدوس شيفت وهدوس هنا كده. انا حددت اغمق منطقه اللي هي الشادو، وحددت افتح منطقه اللي هي هنا واخد لها سبوت اهو اللي هو الهايلايت، وهناخد بقى لون منتصف ما بين الاثنين عشان يظبط معانا الدنيا دي. خليني برضك اخطفك كده في حاجه. خلاص احنا خلصنا من دي، وهنا دي النقطه الثانيه الجري سكيل كانت ب 83%. طيب احنا كل اللي احنا هنعمله هنعمل ريكتانجل كده، نيجي نعمل فولدر ونحط جواه لايرز. تيجي بس تاخد مربع كده عشان نعمل فيه بس ايه الالوانات بتاعتنا. وهنبتدي نيجي على المنطقه اللي هي الهايلايت اللي انت اخترتها هنا دي اللي هي الاي دروبر، وهتقوم جاي انت تختار بس اللون بتاعها ده اللي هو ده سبوت هنا. وبرضك الموضوع يعني بعينك، برضك ممكن انت ترجع سنه هنا حته شويه عشان تاخد لقطه من هنا. هنبتدي برضك ايه ناخد الت ونشد الت مع شيفت عشان تسحب المربع، شيفت عشان تسحب في نفس السطر ما تنزلش تحت ولا فوق، والت عشان تاخد نسخه تضاعف الايه اللير. هينزل اهو لير تاني. انت عايز تختار نخلي ده الميد تون، وبعد كده هتاخد الت تاني وتكرر المربع جنبه اهو. يبقى ده المربع رقم 3 ده اللي هو الشادو، وده الميد، وده الهاي، وهنا ده هنسميه كلر جريدنج يعني سي سي مثلا. دي الالوانات بتاعتنا. بس خلينا بقى نحط الالوانات اللي احنا اخترناها اللي هي الايه الشادو اللي هي الاي دروبر. فين الاي دروبر؟ حتى وانت بتختار هتبص تلاقي بيظهر لك الايه الرقم بتاع الاثنين ده اهو. هو ده الرقم اللي احنا مختارينه فوق اهو، لو مكتوب ده عندك كده فوق هنا بيكتب لك هنا برضك
الرقم بتاعك هو 83، ولما تيجي تقف عليها بدل ما انت تمقع عينك وتخش كده وتقعد تمقع عينك فاهمني؟ يعني انا واحد فين وتقعد بقى تكبر عشان تختار السبوت اللي انت اخترته. عادي انت ممكن تقف كده بالبتاع دي وتختار اللون اللي انت اخترته. ده اللون اللي انت اخترته. وعايزين نختار بقى لون في المنتصف ما بين ده وده. طبعا انا شايف ان اللون هنا فاتح قوي وده مش احسن حاجه بالنسبه لي، فحاول ان انا اختار لون قريب شويه. فين؟ عشان ناخد بس نقف على الهايلايت. ممكن ندي اللون ده اهو، ادي اللون ده. واللون الشادو اعتقد يعني احنا لو خدنا مثلا، هو يعتبر ده كويس يعني 83% كويس. والميد تون هنختار بقى لون في الايه، في المنتصف ما بين ده وده، مثلا وليكن ده مثلا. دي فاتح شويه، لا ولا نديله ايه سنه شادو شويه، سنه جراي. تمام كده اخترنا الثلاث الوانات بتوعنا. خلصنا، الدنيا بسيطه سهله، دلعتك. ابسطني بقى، لايكات كومنتات دلعني. طيب كده ده الكالر جريدنج بتاعنا خلاص، احنا هنحفظه نقفله بقى، خلاص خلصنا منه. الثري شولد انت المفروض هنا، خلينا برضك ايه عشان الناس زمايلنا، هنيجي بس نحط قبلها هنا 3 شولد وايكوال عشان تعرف ان دي اداه الكالر جريدنج اللي احنا هنختار منها الالوانات بتاعتنا. طيب كده خلصنا شغلنا. خلينا بقى نفتح الحاجات بتاعتنا تاني. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نرجع بقى الانفو دي تاني هنا جنب اخوها عشان ايه ما نلخبطش الدنيا. معلش بقى تسمح لي اشرح لك شويه شرح كده بسيط مبسط عن الالوانات بشكل عام، لان انا قبل ما اخش في الالوانات لازم تبقى انت فاهم يعني ايه الوانات. الموضوع ده طبعا ليه كورسات، يعني انت المفروض بس انا هبسطه لك على يعني اكبر قدر ممكن. طبعا احنا كده خلاص خلصنا الساتوريشن واداه التشيك بتاعتها، وعرفنا ان الساتوريشن بنشتغل بتو تولز، اداتين اتنين اللي هي الهيو اند ساتوريشن والسلكتيف كلر. بعد كده هاخدك بقى على ادوات اللي احنا هنشتغل بيها نصحح الالوانات كلها عن طريق الثلاث الوانات اللي احنا اخترناهم بتوع الكلر جريدنج. بس قبل ما اقول لك الالوانات دي بتطبق ازاي، الشرح اللي هشرحه ده هيسهل عليك اللي جاي قوي وهتدعي لي صدقني. خلينا متفقين ان في منظومات الالوانات بشكل عام في شقين، شق اللي هو السي ام واي كي اللي هو بتاع الطباعه، ودي الالوانات فيه بتبقى باهته شويه. لكن الوانات الشاشه بتبقى الار جي بي، بتبقى الوانات فاقعه لانها بتستخدم لشاشات تليفونات موبايلات الكلام ده كله. لكن الحاجات اللي بتطبع على المجلات على الكتب على البروشورات بتبقى الوانات باهته شويه. طيب هل في الوانات خاصه بالطباعه وفي الوانات خاصه بالسي ام واي كي؟ في الوانات لدي ودي. خليني برضك اخدك كده في المشهد ده. الار جي بي بشكل عام هي بتكون من ثلاث الوانات، هي اختصار ار جي بي. الار يعني ريد، والجي يعني جرين، والبي يعني بلو ازرق. دول ثلاث الوانات اساسيه. يعني هتبص تلاقي ان الالوانات دي لو انت رحت جاي، لو انت بتشتغل في الناس اللي بتشتغل في النقاشه او الكلام ده كله او الحاجات دي كلها فاهمين تدرجات الالوانات دي بشكل عام، هيجي مثلا يقوم واخد لون اخضر مع لون احمر مع لون ازرق ويقوم خالطهم مع بعض، هيقوم مديهم اللون الابيض اهو. يعني لو جيت حطيت الثلاثه دول مع بعض، احمر مع اخضر مع ازرق، هيديك اللون الابيض. طيب لو انا جيت رحت واخد الوانات الطباعه دي اسمها سي ام واي كي، 4 حروف. السي يعني سيان اللي هو اللون اللي هو اللون دون السماوي، وعندك الام اللي هو الماجنتا اللي هو اللون اللي هو فيه بنفسجي شويه، وعندك اللي هو الواي اللي هو اللون الاصفر، وعندك الكي اللي هو البلاك الاسود. طيب كل دي اختصار. سي يعني سيان، ام يعني ماجنتا، واي يعني يلو، كي يعني بلاك، اخر حرف في كلمه البلاك. لو انت جيت جمعت الثلاث الوانات الاولانيين دول السيان والماجنتا واليلو، رحت ضاربهم مع بعض في الخلطه في الطبق في الجردل، ابص راح مديك ايه؟ لون اسود. طيب الوانات الار جي بي بتاعت الشاشات لو دمجتها مع بعض تديك ابيض، لو الوانات السي ام واي كي رحت دمجها مع بعض تديك اللون الاسود. طيب خليني بردك اخطفك في حاجه ثانيه. انت ممكن تبقى في الديزاين اللي احنا شغالين عليه، فاهمني؟ اللي هو الديزاين ده، الديزاين ده هنا مكتوب لك فوق هنا كلمه ار جي بي، يعني انت شغال في المود بتاع السكرين. لو انت جيت عملت كنترول واي، انت غيرت المود هنا من ار جي بي لسي ام واي كي، فاي تطبيق للون هيبقى هنا في مرحله الطباعه. احنا المفروض بنرجع كنترول واي، نرجع لوضع الار جي بي اللي موجود قدامك في الشاشه ده. طيب هل الوانات السي ام واي كي اللي هي السيان والماجنتا والبلاك ما ينفعش نستخدمهم في الشاشات؟ لا بنستخدمهم. بس قبل ما اشرح لك ان احنا بنستخدمهم ازاي، انا دلوقتي باخدك بس في رحله ان انا عايزك يعني ايه تفهم الدنيا بتاعت الحاجات دي بتاعت الالوانات دي ماشيه ازاي. خليني بردك اوضح لك ان هنا في حاجه اسمها اللون وعكسه، وفي حاجه اسمها الهارموني، الالوانات المنسجمه مع بعضها اللي هي جنب بعض. هتقول لي انا مش فاهم الكلام المجعلص ده، انا بجيب لك الموضوع من الايه، من الاخر. لو انت جيت دخلت على موقع ادوبي كلر
بتاع شركه ادوبي، كتبت ادوبي كلر هيجيب لك الموقع الجميل اللطيف ده اللي بيشتغل بيه اغلب المصممين. ممكن انت تخش مثلا على الاكسبلورر الالوانات اللي هي المشعه، الالوانات المنتشره قصدي بشكل عام، هتلاقي في الباليتات هنا ممكن تعجبك باليته تاخدها تشتغل بيها، او انت عجبتك صوره من الصور مثلا اللي موجوده على موقع ديفيان ارت مثلا، يعني ممكن نعمل كده قبل ما يتفضل علينا ويفتح. تمام. ممكن مثلا نيجي على ممكن نيجي نكتب هنا ديف اند ارت، والله ما عايز منكم ولا واحد. ماشي. موقع ديفيانت ارت ده ممكن مثلا انت تخش على تصميم زي ده يعجبك اللون بتاعه ده مثلا، اي تصميم ده هتاخده بنفس الفكره. يعني مثلا عجبك المشهد ده، الالوان بتاعته عاجبك، داخل الدماغ سيان مع لون جرين مع مش عارف شويه حركات، هتاخده بالثري شولد، هتطلع الثلاث سبوتات اللي عاجبينك وتعمم بيهم المشهد عاجبينك. فهمت؟ طيب انا عايز اعرف الالوانات دي، الوانات من دي عجبتني برضك، بخش عليها كده بكل بساطه. ادي الاكواد اهي، بتاخد الكود تنسخه وتشتغل بيه في الفوتوشوب بكل بساطه. هتخش كده يعني مثلا انا هاخد الكود ده مثلا او كوبي، اخش على الفوتوشوب، افتح اي مربع زي ما احنا فتحنا، واقوم كاتب الايه اللون بتاعنا اهو، واقوم دايس انتر، واقوم جاي فاتح اي مربع شيك لطيف كده، واقوم جاي ادي اللون نزل معانا زي الفل. طيب خلينا نرجع. دي باليتا هي جات لك جاهزه، انت بتاخدها ممكن تحملها وتحطها جنبك وتاخد منها الالوانات. انا يهمني الحته اللي هي على ايدك اللي فيها الكالر هارموني. الكالر هارموني دي بكل بساطه شديده في هنا حاجات احنا بنشتغل منها. انا يهمني انا كل اللي فيها ده اللي بنشتغل بيه احنا اكتر، اللي هي الانالوجز دي. بكل بساطه انك انت بتاخد اللون واللون اللي جنبه، بتاخد كل الالوانات المجاوره ليه. يعني ايه؟ انت هنا اللون ده لو مشيت كده هتلاقي بيجيب لك كل الالوانات اللي جنب بعض اهو مترصصين بالاكواد بتاعتهم، بتاخدهم لو طلعت عملت هنا داونلود هيحملهم لك على طول. طيب اللي بعدها المونوكروماتيك دي بكل بساطه انت لو جيت اخترتها كده هتجيب لك الالوانات اللي ورا بعضها على طول. دي الالوانات اللي تنفع مع السبوت اللي انت مختاره تحت ده. طيب اهو سبوت اهو، بص كل الالوانات دي ماشيه مع بعض تديك مشهد بيوتيفول. طيب في اغلب المصممين بيشتغلوا بالكومبلمنتري، الكومبلمنتري هي اللون وعكسه، كل الدرجات دي بتشتغل معاك، ممكن تاخد منها لون الشادو زي ما انت عايز. طيب في اللون هنا السبليت كومبلمنتري، بيجي يجيب اللون هنا ويقوم جاي من عكسه يبقى اسمه اتنين، يديك اللون ده واللون ده، الاكواد بتاعتهم. طيب انت ممكن واحنا شغالين لون مثلا وليكن الكالر جريدنج ده، اللون ده مثلا اهو، اللون ده عجبك، عايز تاخد الطبقات بتاعته، تاخده كوبي كده وتقوم جاي على عمك كالر ويل ده، وتقوم جاي هنا على الضبط دي كده، وتقوم جاي شايل الرقم ده كده وتدوس انتر. طيب انت هنا عايز تاخد السبليت كومبلمنتري، يعني هنا اللون ده واللون اللي عكسه، ولا عايز تجرب حاجه ثانيه تشوف حاجه تعجبك؟ دي الالوانات اللي متوافقه معاك. في هنا المونوكروماتيك اهو، دي الالوانات اللي ماشيه معاك. في هنا الانالوجز، دي الالوانات اللي ماشيه. بس انا بحب اخد الالوانات من المشهد اللي موجود معايا في السماء عشان اخلي المشهد يبان ان هو واقعي. طيب انا يهمني هنا بعد ما شرحت لك الحته ما بين اللي هي الحاجات المتناقضه اللون وعكسه، سواء كان اللون عكسه مباشره او اتقسم لاثنين، او الانالوجز والمونوكروماتيك دي اللي هي الحاجات المجاوره ليها، دي بتديك برضك اداء مدهش في تصاميمك اللي انت شغال عليه. طيب انا هنا هبتدي اخدك في رحله ثانيه يهمني ان انت تعرفها. انا قلت لك من شويه ان في حاجه اسمها الهيو اند ساتوريشن. الهيو هي اللون الاصلي بدون اي اضافات، معلوش اي حاجه، لا في ابيض ولا اسود ولا الكلام ده كله، لون خام، لون احمر خام ما فيهوش اي حاجه. لو جيت خدت اللون ده مثلا وليكن الماجنتا ده وحطيت عليه شويه ابيض، هتلاقي اللون ابتدى يفتح شويه، دي بنسميها تنت. لكن لو جيت خدت اللون الماجنتا ده ورحت حاطط عليه درجه من درجات الرمادي، ده بنسميها ساتوريشن. لو جيت خدت اللون بتاع الماجنتا وحطيت عليه درجه من درجات الاسود، دي بنسميها الشادو. تمام، يبقى انت خدت اللون الاصلي وجبت درجته. طيب هتقول لي انا مش فاهم الكلام بتاعك ده، وكلام مجعلص راس مع انه سهل جدا. هتقول لي بكل بساطه انا باجي هنا بختار اللون ده، اللون ده جاي فيه المنطقه الصفراء، ولكن انت لو جيت على اللون ده هو واخد هنا في سن التنت. طب انت عايز تاخد الهيو بتاعه اعلى ساتوريشن في الصوره دي، ده اللون الهيو ما فيهوش اي لعب، لون خام معلوش ابيض. لكن لما تبتدي انت تحركه كده وتيجي تجيبه هنا كده، دخل فيه سنه ابيض، فكده نسميه تنت. تنت. لكن لما اجي اخدك كده واقوم واخد اللون ده في مرحله تحت خالص، في جزء من الايه، من الاسود، فده بنسميه الشادو. طيب لما نيجي ناخد اللون ده ونحط هنا في المنتصف في سنه رمادي، وهو واخد درجه رمادي شويه، في سنه رمادي كل ما تنزل من فوق كده بياخد سنه رمادي، دي بنسميها الساتوريشن. طيب كل ما تعلى فوق في المربع اللي احنا فيه ده، ده بنسميه المنطقه اللي احنا بنستخدم فيها الالوانات في منطقه النهار، دي الساتوريشن، المناطق المشبعه والمليانه بالقنوات اللونيه اللي بتخلي اللون فاقع قوي، ودي بنستخدمها في الحاجات اللي احنا عايزين نبرز قوه الاضاءه. طيب لو جيت انا خدتك ورحت نازل بيك تحت هنا، المربع اللي تحت ده هي المربعات اللي احنا بنشتغل فيها في مرحله الدي ساتوريشن، اللي هي المناطق اللي هي الغير مشبعه.
يبقى فرق لي هنا معلش وركز معايا في الحته اللي بقولها والمره الثانيه، ان المناطق دي المناطق المشبعه، المناطق دي الغير مشبعه. انا شرحت لك الموضوع بكل بساطه. هنا ده تنت، هنا شادو، هنا بنسميه ساتوريشن، هنا بنسميه هيو. كده بسطت لك الامر. الرسمه اللي انت كانت بالنسبه لك صعبه بقت بالنسبه لك سهله. لون خام، لون في جزء ابيض، في رمادي، في بلاك. يبقى احنا خدنا الحاجه وطبقنا عليها في التصميم. طيب اهو ده المناطق اللي فيها ساتوريشن، دي المناطق اللي فيها دي ساتوريشن. طيب خلينا نشوف الدنيا في حاجه احنا ما شرحناهاش هنا قبل ما نخش في موضوع الالوانات الجميله بتاعتنا. يهمني اهو الساتوريشن، هو في درجه من درجات الرمادي، كل ما درجه الرمادي تزيد كل ما دي بنسميها لو ساتوريشن، لكن لو كل ما درجات الرمادي بتقل دي بنسميها هاي ساتوريشن. تاني هنا هاي ساتوريشن، يعني هنا في الحته دي كده هاي ساتوريشن، هنا لو ساتوريشن. تمام؟ انا بفهمك عشان تبقى عارف ازاي تقف قصاد العجله دي هنا تتعامل، ما تخافش، الدنيا مش صعبه. مفيش حاجه اسمها انا بعملها كده ولا جت كده، لا، في حاجه اسمها ليها اساس علمي. جت منين، راحت فين، اي حاجه مش فاهمها اقول دي مش فاهمها، اشرحها لك. فاهمني؟ طيب، اللهم صل على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. طيب انا هبتدي اخدك في رحله ثانيه. احنا كده يعتبر خلصنا الاساسيات. هبتدي بقى اخش في الشغل بتاعي انا واللي يهمني ان انت تعرفه. معلش كده في اداه انا بحبها قوي، معلش اقفل دي ونقفل دي خالص. اداه الكالر بالانس، ودي اللي انا هشرح لك عليها، لان الكلام اللي مكتوب قدامك ده مش هتلاقيه في كل الادوات، فيهمني تحفظ ثم تفهم الكلام اللي موجود في الاداه دي. لكن في الادوات الثانيه مش هتلاقي الالوانات اللي انا بلعب فيها، لكن الكلام مش مكتوب عليها. طيب خلينا هنا نتكلم. هنا الالوانات اللي انا قلت لك عليها من شويه اسمها الار جي بي، اللون الاحمر، الاخضر، البلو، الازرق، الثلاث الوانات اللي خاصه بالوانات الشاشات. لكن قلت لك في حاجات الوانات ثانيه اللي هي السي والام والواي والكي، بس الكي هنا مش موجود، لان انت لو دمجت الثلاثه دول مع بعض المفروض ان ده اهو الاصفر وده يديك اللون اسود بيور. تمام؟ بس احنا عاملينها في تصميم، يعني عاملين ثلاث كور كده وحاطين فيهم السيان والماجنتا واليلو وركبناهم مع بعض هتلاقيهم راح مديك الاسود. طيب بس لازم تعملهم سكرين طبعا. هنا انت معاك لون اسود خام، لكن لو هنا رحت جايب دول كده احمر، اخضر، بلو، يديك لون ابيض بيور. تمام؟ طيب هنا اللون الاحمر من الالوانات اللي بنستخدمها في المطاعم، الالوانات الدافيه كده اللي بتخليك تحب الاكل. اللون العكس اللون البارد، اللون اللي هو بتاع السيان، بتاع السماوي، اللون السماوي. هنا اللون هنا اللي تحته الجرين، اللون الاخضر، وعكسه دي من الالوانات البارده، وعكس اللون اللي هو الماجندا، اللون البنفسجي. تحته هنا اللون الازرق من الالوانات البارده اللي بنستخدمها في المثلجات والمطاعم اللي فيها حاجات ايس كريم والحاجات دي كلها. دي ازرق عكسه اللون الاصفر، يبقى الاحمر عكسه السيان، الاخضر عكسه الماجندا، الازرق عكسه الاصفر. بسيطه سهله، احفظها زي اسمك، هي سهله ومش محتاجه حفظ اصلا وتافهه. تمام؟ طيب هتقول لي معلومه ليك كده لازم تبقى عارفها، في الوانات دافيه والوانات بارده. الالوانات البارده بكل بساطه هي اللون السيان، هي اللون الاخضر، هي اللون الازرق. الثلاثه دول الوانات. بص الشوكولاته بقى، حط بقى تلج بقى وحركات هتديك ايس كريم وجوع الناس براحتك. تمام؟ وارفع بقى الانسولين ودمر وخلي هرمون الجي اتش تحت واخرب الدنيا وعيش وتعايش. تمام؟ ربنا يكون في عون الناس اللي عندها انسولين، هتشرفني وهعمل معاك الصح. طيب السيان والماجنتا واليلو. طب في الوانات بارده، الوانات دافيه. الالوانات الدافيه هنا احمر واليلو الاصفر. اللون الاحمر من الالوانات اللي هي بتديك سنه حراره، الاكل ده مشطشط ملهلب. اللون اللي بعده اللي هو اللون الاصفر من الالوانات البارده. في لون تاني اللي هو اللون البرتقاني. هتقول لي بقى اللون البرتقاني ده موجود منين؟ مش هحفظك يا عم، هدلعك، هروق عليك. بس انا قبل ما هاخدك في الموضوع ده خليني برضك اشرح لك قدامك عشان نبقى عارفين احنا شرحنا ايه وما شرحناش ايه، الدنيا ماشيه معانا. هتقول لي معلش الالوانات البارده ايه؟ انا فهمتها لك على الرسمه، ازرق، اخضر، بنفسجي. هتقول لي ما قلتش، لا قلت اهو، اخضر، ازرق، اهو الالوانات الايه؟ الازرق والاخضر والبنفسجي، المفروض هنا في السيان برضه، والسيان هنا. كل دي من هنا من الالوانات البارده، بس انا بفضل ده من الالوانات البارده اكتر من ده. المفروض كنت اضيف لكم هنا السيان بس ياما نسيت اكتبها، بكتبها بعدين. طيب نيجي بقى الالوانات اللي هي الدافيه، الاحمر، البرتقاني، الاصفر. احنا شرحنا الاحمر والاصفر. تمام؟ اهو هما هنا بكل بساطه اعمل حرف د، ده وده حرف د اهو، او حرف زد زي ما انت عايز. ده لون دي الوان بارده. لكن هنا دول ده وده وده حرف زد، بس خد الاثنين دول مع بعض، دي الالوانات البارده. طيب انت شرحت لنا الكلام اللطيف الجميل دون. انا عايز برضك اعرف اللون الاورنج اجيبه منين. اجيب لك انا بقى عجله الالوانات. تمام؟ خلينا نجيب عجله الالوان بكل بساطه، وليكن راحت فين؟ نجيب دي. ادي عجله الالوان اهي قدام عينيك. انا مش عايزك تحفظ، انت ممكن تبقى قاعد كده شغال في اداه اللي هي الكالر بالانس وعايز تعرف اللون البرتقاني ده اجيبه منين. بكل بساطه يا سيدي الفاضل، انا قبل بس ما خليني اختصر لك الالوانات دي. احنا هنا قلنا اللون الاحمر عكسه اللون السيان، اللون الاخضر عكسه او جرين عكسه الماجنتا، اللون الازرق عكسه اليلو،
طيب اللون البرتقاني هو موجود في ما بين الاحمر وما بين الاصفر. يعني ايه؟ يعني انت لو جيت في التصميم رحت مدي سنه احمر كده ورحت جاي مدي سنه اصفر كده، انت عملت اللون البرتقاني. دلعتك اهو، حفظت. حط الورقه دي قدامك، من كتر ما انت شغال عليها تلاقي الموضوع معاك سهل. تمام. طيب انت عايز لون مثلا ما بين ده اللون اللي هو بتاع الروج ده، ما بين الماجنتا وما بين الايه الكلام ده. كل اللي انت تعمله ترجع كده وتقوم جاي واخد اللون الماجنتا، تزود سيكه احمر، تمام، وتزود سيكه ماجنتا، اللون طلع معاك. انا بعلمك ازاي تدهن بقى وتعمل فرش وتدهن في بيتكم، موضوع بسيط. فاهم؟ طيب خلصنا من الموضوع ده، شرحت لكم الدنيا، عرفتكم الالوانات هنا بالحاجات دي تحفظها زي اسمك، لان انا هخش في تولز ثانيه هبتدي ان انا اقول لك إن الكلام ده شرحناه في الكلر بالانس، فهو هو بس مش مكتوب. تمام. آه طبعا الكلام ده مستحيل اعمله لك في شرح عملي ونظري، هتتوه مني. فاهم؟ وانا ممكن اقطع الحلقه لاكتر من جزء، فانتوا هتحسوا ان الموضوع بايخ وحلقات كتير وبتاع. لا انا عايزك تبقى في حلقه واحده تلم المعلومات في باب واحد. طيب دي الالوانات البارده، شرحنا الساتوريشن. طيب حاجه هي اوت اوف كورس شويه بس هي مهمه جدا، يعني خارج موضوعنا بس هي مهمه. البرايتنس. فاهمني؟ الاداه دي انا يهمني برضك تعرفها، بس انا يعني مش بنستخدمها كتير قوي، بس انا يهمني انك تعرفها. او عن نفسي انا مش بستخدمها يعني غير في حاجات قليله قوي يعني. اداه البرايتنس اند كونتراست بكل بساطه، الكونتراست هي انك انت بتزود التشبع بتاع الالوانات، ولما اجي انا في الكاميرا رو فلتر هفهمك الكونتراست دي بتعمل ايه. بس معنى ان انت بتدي سنه كونتراست، انت بتخلي تفاصيل الصوره تبقى واقعيه قوي. تمام. بس انت لو الحركه اللي انا عملتها دي، انت بينت تفاصيل قوي في الصوره، مش يعني ايه، هنعملها في النهائي احسن. تمام. البرايتنس بكل بساطه في كده وفي كده. طيب ايه اللي حصل يمين وايه اللي حصل شمال؟ انت هنا مسافه ما مشيت هنا، انت رحت جايب خلينا ابينها لك، جبت اللون وحطيت عليه جزء ابيض، وهنا جبت اللون وحطيت عليه جزء اسود. كل ما ترجع ناحيه الشادو اللون بيحط عليه جزء اسود، وكل ما تمشي يمين تجيب اللون وتحط عليه جزء ابيض. تمام كده اهو. اهو بتستخدمها ساعات في الاضاءات، ساعات في الحاجات دي كلها، كونتراست اهو، بتدي تزود تشبع الحاجات دي. طيب دي اداء يهمني انك انت تعرفها. تمام. طيب نيجي بقى لحاجه ثانيه مهمه، انا بس بمشي بترتيب عشان انسق لكم المعلومات وارتبها. عرفنا الحاجات دي خلاص الموضوع بالنسبه لكم بقى ميه، كل ده اتشرح. تمام. يا رب ما اكون نسيت حاجه، انا بحاول اديكم كل حاجه عشان ما ابقاش نسيت اي حاجه. تمام. ايه تاني؟ هنبتدي بقى نخش بقى على اداه التشيك بتاعه ايه الالوانات. احنا كده عرفنا اداه الفحص او المخبر السري بتاع الساتوريشن من السلكتيف كلر. في اداه ثانيه لطيفه جميله بنستخدمها في الالوانات، ركز معايا عشان هخطفك بقى. خلصنا الاداه بتاعت الكلر بالانس، هنيجي بكل بساطه نقفل ده خالص، هنيجي على نيجي كده نفعل سوليد كلر. انا بحب عامه استخدم السوليد كلر في اي لون في اي حاجه، لان انت بتقدر تدوس على كليكتين تعدل في اللون على طول. طيب السوليد كلر هكتب هنا الكود 80 80، انا عايز 50% من الرمادي. تمام اهو 50%. طيب خليني كده ادوس اوكي، وهاجي هنا اختار ادي امر مباشر ان انا عايز الليمونستي. ايه اللي حصل هنا؟ مش عايزك تحفظ، ابص على ايدك، الموضوع فهم مش حفظ، ما بحبش البني ادم اللي بيحفظ، بتعقدني. طيب بص، الموضوع هنا انا اديت امر مباشر للديزاين ككل اني الغي اي اضاءات موجوده في الديزاين وخلي الالوانات فقط. يعني انا مش عايز اشوف قدامي غير الالوانات. طيب بعد ما تظبط طبعا الساتوريشن، لان انت طبعا لو جيت احنا لسه عملنا الساتوريشن اهو. بص بس خليني برضك اجيب لك دي كده عشان تستوعب معايا الامر. اوقف الساتوريشن دي كده. بص هنا، واحنا احنا ما طبقناش تقريبا، ما عملناش فيها حاجه، انا تقريبا لغيتها. ماشي. هنا في لون اهو خاطف من المشهد، ده منرفزني لازم اشيله. هنا في لون بنفسجي، لازم اجيب الثلاث الوانات اللي احنا خدناهم بتوع الكلر جريدنج، الهايلايت، الميد تون، الشادو، وهبتدي اركز بقى اسحب اللون من دي خالص، يا اما اسحب منها البنفسجي وابتدي الونها من جديد. تمام. طيب هنا في بردك جزء برتقاني، وفي جزء مصفر شويه، وهنا بردك في لون تحس ان هو سنه ماجنتا مع سنه اصفر. تمام. وهنا السيان ده بتاع البحر ده هيتسحب وهنوحد مشهد كله مع فوق وتحت. بص هنا في مشاكل بردك في التصميم، كل المشاكل دي لازم تتظبط. يبقى اداه التشيك لاير اللي احنا عملناها هي اداه مهمه جدا، ما ينفعش ان انت ما تعملهاش. لكن لو انت بقى محترف وبتعرف تشتغل بقى وعينك قويه تفرق معاك قوي. طبعا الناس اللي بتعمل تجميعات بي سي تخلي بالها من الشاشات اللي بتشتريها. يعني شاشات يكون الاس ار جي بي بتاعتها كويسه جدا، يكون الادوبي ار جي بي بتاعتها كويسه جدا، يكون الدلتا اي بتاعتها كويسه، يكون البي سي اي بي 3 بتاعتها كويسه. ركز في التفاصيل دي مهمه جدا وانت بتعمل تجميع بي سي. الشاشه مهمه جدا، ولو انت بتعمل مونتاج هتبقى بالنسبه لك اهم، ولو انت بتشتغل 2K او 4K موضوع بتشتري شاشات اعلى، الموضوع بيفرق معاك. طيب خليني بقى انا كده فعلت اداه التشيك لاير بتاعتنا. خليني اخدك في الادوات اللي احنا بنشتغل بيها في بعد ما فعلنا اداه نوحد بقى الالوانات ازاي. بتيجي انت بكل بساطه الالوانات اللي انت فعلتها اللي هي الثلاث الوانات الاساسيه دول، بنيجي ان احنا بنبتدي نمسك كل استوكايه تقف عليها.
يعني مثلا وليكن الاستوكيه دي كده الليفلز، مثلا الاستوكيه بتاعت الجبل ده مثلا، باجي واقوم انا مختار عندك بقى ايه تقريبا هم 4 ادوات اللي انا متذكره، لو في حاجه ما قلتهاش هنرجع نشوفها. الكالر بالانس، الاداه دي ركز في التفاصيل، شرحت لك انا الثلاث الوانات دول ودول، اللون وعكسه، اللون وعكسه، اللون وعكسه. عندك هنا منطقه الشادو، منطقه الشادو دي بكل بساطه انك انت هنا هتيجي بتشتغل طبعا، وليكن احنا هنا طبعا شغالين على الاستوكيه دي اللي هي الجبل ده. كل اللي انت عليك ان انت بتيجي هنا بعد ما تظبط الساتوريشن طبعا، هتيجي ان انت هنا وليكن اللون بتاعك ده اهو، الثلاث الوانات دول خلينا نجيبهم كده اهو، تبتدي تاخدهم كده كنترول تي، وتيجي تقوم سحبهم كده جنبك عشان واحنا شغالين نبقى شايفين الشغل. تمام، ونقفل بقى دي، خلاص احنا عرفنا المشاكل اللونيه فين، ان اللون ده اداه التشيك دي خلاص انت بعد ما ظبطت الساتوريشن شلت الاخضر وحدت المشهد، هتبتدي معاك بقى الثلاث الوانات دول. بكل بساطه انت بتيجي تبص على الاداه دي اللي هي الكالر بالانس دي، بتبتدي تخش عليها اهو. انا عايز الهايلايت، الهايلايت ده انا بخليه دايما اخر حاجه في التصميم، ما بشتغلش بيه في الاول، انا كل اللي بركز عليه ده وده. تمام. طيب دايما باجي هنا في الديزاين ده، كل اللي انا بعمله باجي على منطقه الشادو، ببتدي ان انا اشوف اللون ده مثلا واخد ما بين الماجنتا وما بين الازرق. تمام، كل اللي انا باجي اعمله ان هو بدي سنه ماجنتا وسنه ازرق. طبعا انا ما بتحركش بالطريقه دي، انا بتحرك سنه ظنان، انا بس بوريك بتحرك ازاي، بعرف اللون اللي قدامي ده منين. طيب اللون ده مثلا موجود هنا، اللون ده واخد ما بين الاورنج وما بين الايه الاحمر. طبعا لو انت تفتكر الصوره اللي انا شرحتها لك من شويه، عمك الكالر ويل صديقك المفضل، اللي هو لو انت ناسي او مش متذكر هات الصوره دي كده، خد ادي كنترول تي اهو، هاته كده صغرها اكتر لو انت بتنسى وذاكرتك ضعيفه، انا بروق عليك، روق عليا بقى. تمام، هدي كده. طيب ماشي، هنا كلر بالانس. طبعا التسميه بتاعتنا والتنظيم اهم حاجه، المشروع عمال يكبر وانا ببني معاك رحله، فلسه اللي جاي يعني في حاجات ممتعه اكتر. طيب كل اللي انا بعمله هنا في التصميم اني انا مثلا بشوف ان اللون ده موجود ما بين اللون الاحمر والايه والاصفر، برضك اتاكد برضك ان انا كل اللي انا بعمله باجي اقف هنا واقف على اللون، هو موجود ما بين الاحمر فعلا وما بين الاصفر، يبقى احنا كل اللي احنا نعمله هنقوم مدين ايه. طبعا انا بخلي المربع ده كده فين الكلر جريدنج، واخلي اللون ده كده 1 عشان ابقى شايفه، واجي هنا في الكلر بالانس وابتدي ادي سنه احمر مع سنه، معلش انا عايز ارجع بس اشيل الشادو اللي انا هببته ده، ادي سنه احمر مع سنه اصفر، ولا سحر ولا شعوذه، موضوع ابسط من البساطه. محدش يقول لك اصل انا موضوع سنس لا، الموضوع كله فهم مش سنس، انت ما تقعدش تتفرج على ديزاين هو بيحط دي بيحط دي، هو فاهم بيعمل ايه، لكن انت مش فاهم هو بيعمل ايه. فاهم؟ طيب انا هنا اللون اهو، ببتدي امسك اللي عندك الميد تون المنتصف اللي انت اخترته، وعندك اللون الشادو اللي احنا اخترناه، كل اللي انت عليك تجيب كده اللون ده كده، وتيجي على عمك كلر بالانس اللي انت بتعمل فيه. وهنا الكلر بالانس احنا قلنا اللون ده اهو، ايه يا صديقي، ايه قدرني اللون ده موجود ما بين البنفسجي وما بين الازرق. طيب كل اللي انت هتعمله هتيجي في منطقه الشادو وتيجي هنا، انا ظابطها اصلا، بس احنا ما عملناش حاجه، انا بجرب معاك يعني. وبقى الهايلايت ده بقى ليه سكه ثانيه هنبقى نقولها عشان ما نطولش الشرح عليك، ودي طريقه ثانيه هنبتدي نظبطها، بس انا ده الفكره ببين لك الفكره او التولز اللي احنا بنشتغل بيها. طيب في اداه ثانيه ممكن نشتغل بيها خلينا نمشي معاك كده الرحله ستيب باي ستيب. انا نسيت عشان ما تقولش ان انا ما اديتكش الشرح، بس هخلي الاداه بتاعت التشيك لاير دي في الاخر. تمام. لا الشرح فوق. ماشي، انا شرحت لك كده دلوقتي الكلر بالانس اللي احنا بنستخدمها في الكلر جريدنج تصحيح الالوان. نخش بقى على السلكتيف كلر. السلكتيف كلر انا ما بشتغلش غير على 3 حاجات فيهم، الوايت والميد تون والبلاك. الهايلايت، الوايت يعني هايلايت، الميد تون يعني اللون اللي هو في المنتصف، وهنا البلاك اللي هو الشادو. طيب خلينا كده نخش بردك على السلكتيف كلر. كل اداه بتديك، لو انت شاطر هتطلع نفس الاداه من كل اداه. طيب السلكتيف كلر، بس اداه السلكتيف كلر بتشتغل على الحاجات الثقيله شويه، اداه الكلر بالانس ناعمه حنينه سلسه. ادي السلكتيف كلر. وعود نفسك انت كمصمم ما تمسكش في اداه تفضل مزمت فيها قوي، يعني حاول تبقى متنوع، تطلع نفس الكواليتي من كل الادوات. طيب كل اللي عليك ان انت تيجي هنا على الوايت وهتبتدي تشتغل على الالوانات بشكل عام. يعني مثلا انت هنا الديزاين اللي موجود قدامك ده الاستوكيه دي، احنا قلنا ان ده موجود ما بين البنفسجي وما بين الازرق. طيب هنا بقى مش كاتب لك اللون وعكسه، هو كاتب لك الوانات السي ام واي كي فقط، السيان والماجنتا والايرو بلاك، مش كاتب لك هنا الار جي بي. تمام، فانت هنا لو اتحركت يمين هتلاقي عكس اللون اللي هو بتاع الار جي بي اللي موجود في الكلر بالانس، ارجع بقى احفظه عشان انا لما اجي اشتغل بعد كده مش هتلاقيني بشتغل. طيب هنا السيان بكل بساطه احنا هنا مش عايزين السيان، اللون الشادو اللي احنا شغالين عليه ده، قصدي ده الجزء الهايلايت الوايت، احنا نشتغل على البلاك والنيوترال. خلينا نمسك بس البلاك اللي هو المناطق اللي فيها شادو اللي هو اللون البنفسجي، ندي سنه، معلش اقفل الكلر بالانس ده عشان ما تعصبنيش كده. بص مشيت كده بقى اخضر، لو رجعت للكلر بالانس هتلاقي عكس الماجنتا اللون الاخضر، يبقى نمشي الناحيه الثانيه
انا ما بحفظش اهو، سنه ماجنتا مع سنه ازرق اهو، لو مشيت كده اصفر، مشيت كده ازرق، فانت ارجع احفظ بتاعت الكلر بالانس او افهمها اهو، اديتك اللون ده. طيب انا كده ما بعملش حاجه، انا بس بجرب معاك. طيب النيوترال دي المنطقه اللي هي الميد تون، اللي هو اللون ده، اللون دون بكل بساطه احنا قلنا هو اللون الاحمر. طبعا كده بقى سيان، هنبتدي بس ايه، ناخد كده سنه احمر، واليلو ناخد سنه اصفر. بص انت مشيت كده يبقى ازرق كده اهو، اصفر. بص عشان ازود سنه الاصفر يبقى لازم ازود، يبقى لازم لما تيجي تزود ايه، باحترافيه كده او كده كده، خفيف قوي ورايقه وبتاع. بس سن السلكتيف كلر يعني بتبقى الشغل التقيل قوي وعايزه واحد ايده حساسه، فاهمني؟ لكن الكلر بالانس ناعمه ورايقه، فخلي بالك من الاثنين دول يعني. هاخدك بقى في حته ثانيه، فرمط لك دماغك خالص، معلش بقى انا هبتدي اخدك من البدائي، ادلعك وبعد كده اقوم خبطك بقى. يلا خش بقى على الكيرف. معلش بقى انا تعبت معاك في اداه الكيرف وشرحت لك شويه شروحات، ارجع للمحاضره بتاعه الليمونيستي اللي شرحنا فيها الكيرف. احنا قلنا ان احنا بنظبط الاضاءه بالكيرف، تمام؟ فارجع لها وافهم الموضوع، هبقى اسيب لكم اللينك في الديسكربشن، وارجعوا لها وافهموها تاني، وانا مش هزعلك. يلا نشرحها لك تاني. احنا قلنا ان الكيرف ده بيندرج حوالين 5 بوينت او 5 نقاط، المنطقه دي ثم المربع ده، في مربع هنا، وادي المربع، تقاطع الخط ده مع المربع ده والمربع ده، ده منطقه الميد تون، وده هنا المنطقه دي. عندك النقطه الاولى اللي فوق دي اللي هي الابيض، وعندك النقطه اللي تحت خالص هي الاسود، وعندك النقطه اللي تحت الابيض دي الهايلايت، وهنا المنطقه اللي في المنتصف دي الميد تون، وهنا ده الشادو وتحت الاسود. طيب الكلام ده قلناه قبل كده مش هنعيده تاني. هنا بتشتغل على الار جي بي، فانت بتوحد الاضاءات للاستوكات اللي انت شغال عليها، لكن احنا هنا ما بنشتغلش على الاضاءات، احنا هنا بنشتغل على الالوانات. فافرمط لك دماغك بقى، هنبتدي هنا نمسك كل لون لوحده، الريد والجرين والبلو. الريد بكل بساطه اللون الاحمر. عندك انت 5 بوينتس موجودين قدامك، احنا بنشتغل قلنا على 3 الوانات اللي هي الوايت، بنشتغل على الميد تون، بنشتغل على الشادو او المناطق المشابهه. يبقى تاني سوري، بنشتغل على النقطه اللي فيها هايلايت والميد تون والشادو. طيب الاستوكه دي هنا انت واقف في اللون الاحمر، فانت هنا عايز تظبط الشادو، تمام؟ فاحنا قلنا اللون الاحمر هو الجزء اللي في المثلث اللي فوق ده، يعني انا لو جيت شديت البتاع ده كده لفوق، خليت الاستوكه بالاحمر، اي لون من الالوانات اللي موجوده هي في النص اللي فوق، ماليش دعوه النص اللي تحت هو اللي عكسه في الكلر بالانس اللي احنا شرحناه. طيب هتقول لي مش فاهم، يعني انا لو جيت على اللون الاحمر كده طلعت فوق، ده الاحمر اللي هو مكتوب لي، طب لو نزلت تحت السيان ارجع للكلر بالانس. طيب اللون الاخضر عكسه الماجنتا، لو طلعنا فوق اخضر تحت ماجنتا. طيب لو جينا للبلو طلعت فوق الازرق زي ما هو، طلع عكسه الاصفر. طيب كل اللي انت عليك لو انت عايز تظبط المنطقه اللي هي فيها الشادو دي، المنطقه ده احنا قلنا ما بين البنفسجي وما بين الازرق. لو انت مش متذكر، كل اللي عليك تيجي كده وتعمل كده، بس خلينا ما نقفش في الماسك ده اهو، ما بين البنفسجي والازرق. كل اللي احنا عليه البنفسجي ده موجود فين؟ موجود عند اللون الاخضر. هتقوم انت جاي عامل كده ننزل تحت، قصدي سوري معلش، ده منطقه في الشادو، ركز بقى في الشادو. احنا قلنا الشادو يبقى في البوينت دي، تمام؟ اهو هتقوم جاي عامل كده، ماسك النقطه دي كده كده، انا مسكت الشادو فقط. انا معلش انا سحبتك لليفل ادفانسد شويه، بس عايزك تركز معايا، الدنيا بسهلها عليك، فانت ايه ما تصعبهاش عليا. انا اهو قلت لك ده هنا الوايت، الهايلايت، الميد تون، الشادو، البلاك. هتيجي انت الاستوكيه دي عايز تمسك فيها الحته الشادو اللي احنا شغالين عليها. احنا قلنا اللون ده لون ما بين البنفسجي وما بين الازرق، احنا واقفين دلوقتي على عايزين نجيب البنفسجي ده فين؟ في الاخضر. كل اللي انت تيجي عليه هنا في منطقه الشادو، تنزل سيكه كده اهو، حلو قوي. او ممكن تيجي بالايد دي كده، بس تكون شاطر وتعرف تمسك البوينت اللي هي عند الشادو. طيب احنا مزودين زياده اوفر. طيب احنا قلنا ما بين الماجنتا وما بين الازرق. طيب هنيجي بقى نزود الازرق فين؟ الازرق ده فوق مش تحت، تحت هنا الاصفر. هتيجي هنا كده اهو، وتقوم مزود سنه كده. انا بس بوريك لكن ما طبقتش، لان الحد الاداه دي بتبقى حساسه، ما بتعملش كده. انت مثلا اهو سنه كده اهو، بسيطه خالص، وباجي على الجرين واسحب الماجنتا، ايه حاجه بسيطه. باجي بقى مثلا خلاص انا كده ظبطت اللون ده بقى موجود فين؟ اللون ده موجود ما بين بتاع ده، ما بين الاحمر وما بين الاصفر. طيب نيجي بقى على اللون الاحمر. الاحمر اهو، هنمسك بقى اللي هو الميد تون، النقطه اللي هي ايه فين؟ في المنتصف ده. ادي ده فوق الاحمر اهو، اوضحها لك اكتر، انا مش بعمل حاجه يعني. ونيجي نمسك الازرق هنا، نيجي على النقطه اللي هي الميد تون اللي هنا دي، او ممكن هنا اهو اللي هي في المربع ده اللي في المنتصف ده، ومشددها اهو، باينه معاك اهو. طيب هتقول لي طب انا ينفع اقسم دي فلير ودي فلير، اشتغل الشادو عادي جدا. انت ممكن تعمل كده وتقوم جاي مش هطبق دي خالص، تمام؟ وتقوم جاي يعني ايه عامل لير جديده كيرف، بس اكتب عليها يعني، بص ايدك اكتب كده ان دي عملت هنا الشادو ايكوال شادو، وهنا ايكوال ميد تون. دلعتك تمام. هتيجي هنا تقوم داخل على اللون الاحمر سحبه فوق، وهتيجي على اللون الاصفر تشده تحت، خدت اللون اللي انت عايزه، تمام؟ كده انا سهلتها عليك، شرحت لك الاداه اللي انت بتحس ان انت تقعد قدامها مش فاهم اي حاجه.
طيب ايه تاني بقى ما اتشرحش؟ احنا كده شرحنا الكالر بالانس، شرحنا السلكتيف كالر، شرحنا الكيرفز. الهيو اند ساتوريشن من الادوات الجميله جدا. احنا بنستخدمها في الالوان بردك. يعني وليكن مثلا انا عجبني حته شغال مثلا على قميص مثلا بتاع شخص، على كنزايه عايز تحدد حاجه فيها، تغير اللون بتاعها. كل اللي انت عليك مثلا انت بتحدد الحته مثلا، تظبطها بالبين تول وكنترول انتر. حددت مثلا وليكن القميص، وليكن المنطقه دي اللي انت عايز تغير لونها مش عاجباك، وهتقوم جاي على حته الهيو اند ساتوريشن، وهتقوم جاي كده. ايه اللي حصل هنا؟ الافكت، الحته اللي انت قطعتها دي، لو دخلنا كده بالالت جوه الماسك ده هتلاقي الحته دي اللي هو يشتغل عليها، اللي بالابيض. الاسود ده كله ملوش دعوه بيه، لان انت ما قلتلوش طبق عليه، انت حددت له حاجه معينه. انت حددته وبعد كده اديت امر نزل الايه، الفلتر اللي انت هتشتغل بيه. خلينا نخرج بقى كده، كليك عادي اطلع بره. فانت لو جيت هنا في الكالر بالانس، كل اللي انت عليك الايد دي لو انت دوست عليها تتحكم في الساتوريشن. بس انا مش عايز ساتوريشن، انا كل اللي عليا انا عايز اغير حته اللون اللي انا اخترتها هنا دي. بص، غير بقى الالوانات، عيش بقى، اختار اي طبقه انت عاجباك من دول حطها. طيب عايز تغير الساتوريشن بتاع اللون، اقف عليه كده واسحبه كده. يبقى انت خدت لون ازرق ورحت مديله سنه رمادي، قللت الساتوريشن بتاعه، الساتوريشن هو قل فاديته سنه رمادي. الكلام شرحناه في اول محاضره مش هنعيده تاني. طيب رحت انا جاي كده ماشي كده، رحت ايه، قللت الرمادي فبقى ازرق مشبع قوي. تمام ليه؟ طب لو انا اديته كده رجعت كده يبقى في سن التنت ابيض شويه. تمام كده اهو، مشيت كده خالص. طيب انت عايز ان اللون ده له ساتوريشن. له ساتوريشن يعني ايه؟ يعني هنا نزل في الحته دي كده. طيب انا عايز انطفي منه الاضاءه، راح نزل بقى فين؟ نزل تحت خالص هنا. تمام، فركز في التفاصيل دي. لو انت متابع معايا وفاهم هتلاقي الدنيا دي بالنسبه لك ميه. في تريكات تاني بقى في الفايرز وفي الحاجات اللي فيها نار والكلام ده كله. يهمني انا مش هخش لك فيها قوي، لان انا لو غوطت فيها انت ممكن تتوه مني. فانا عايزك تطبق على الحاجات اللي انا قلت لك عليها، عايزك تتمكن في كل الادوات اللي انا قلت لك عليها دي، عشان لما اجي اشتغل واقوم ضايف لك تريكايه جديده بتاعت الفايرز وبتاع تبقى انت فاهم. لما اجي اعلمك تريكايه مختلفه عن الهايلايت وازاي بنعمل الهايلايت بطرق ثانيه غير الطرق اللي انا هشتغل بيها، تبقى انت عارف. لو انا عايزك تخش قوي سبيشال في الهايلايت وتجيبه بطريقه ادق غير الطريقه اللي انا هشتغل بيها في المحاضرات الجايه، تبقى انت فاهم. بس انا مش هخش معاك، انا خدتك في تريكات بدائيه ادفانسد شويه، بعد كده الادفانسد اكتر يعني. طيب اديتك كل حاجه بما يرضي الله، ما بخلتش عليك باي حاجه. قلت لك ان الكلر بالانس اداه تاثيرها ناعم حنين، السلكتيف كلر تاثيرها الوانها تقيل شويه، الكيرفز هي اداه قويه للتحكم في اللايتس، التحكم في الالوانات، بتظبط لك الدنيا. شرحنا الهيو اند ساتوريشن. تمام. يعني كل حاجه يعتبر احنا شرحناها، مفيش حاجه يعني حتى الرسم دي اللي شرحت لك لما بتخلط لون على لون بيديك ايه، دلعتك. كل ده اتشرح، مفيش حاجه ما اتشرحتش. تمام، بسم الله، كله الحمد لله شرحنا. الحته دي نسيت اقولها لك. طيب انت يا سيدي الفاضل، يعني انا مش عارف اقولها لك دلوقتي ولا اخرها شويه، بس يلا مش هحرمك يعني. طيب خلينا بس نقفل الاداه بتاعت المخبر السري دي، وخلينا نقفل الصوره دي، ونقفل الكلر جريدنج. تمام. طيب انا كل اللي عايزه منك في اداه انا بستخدمها برضك في الفحص بالنسبه لي، وهي اداه الفايبرنس اند ساتوريشن. بص، كل اللي انت عليك ان انت بتشد الفايبرنس والساتوريشن قوي. فببتدي ان انا بعد ما خلصت الالوانات ببص على الديزاين بشكل عام. هو الالوانات متناسقه مع بعضها بعد ما ظبطت طبعا الساتوريشن والالوانات، في حاجه مش مظبوطه. الالوانات فيها حاجه، يعني هنا في لون ماجنتا، تمام، هنا في لون مختلف شويه برتقاني، هنا في لون اخضر، هنا في لون اخضر شويه. الحاجات دي كلها لازم تتسحب، فاهمني؟ فالاداه دي بتعرفك الاماكن، يعني انت عملتها في الاول انت بتعرف الاماكن اللي فيها ساتوريشن مشبعه زي ده كده، زي دي، زي هنا تحت في الميه ده هتسحب منه الساتوريشن الريفليكشن ده. هنا برضك في هنا حاجات، هنا في ريفليكشن برضك اللي في الميه اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، في تفاصيل هنا تتظبط شويه، هنا في لون اخضر يتسحب. في انا برضك شويه تريكات عندي في التصميم، بس انا عشان كنت بشرح محتاج اظبطها شويه. يعني الحته دي عايز اظبطها، مش عجباني بصراحه، مش مقتنع بيها. وهنا المانيبيوليشن بتاع الدمج محتاج ان انا اعمل جبل اظبطه شويه. بس لو ممكن لو ظبطت الالوانات دي تمشي مع دي فتبان ان هي واقعيه. بس الحته دي انا عايز اغيرها، احطها جبل مكانها، والجبل ده اتقص بطريقه يعني ايه، مبين السما اللي ورا دي. فطبعا يعني مش هتيجي عند العبد لله مش هعرف اتصرف، يعني اعرف اتصرف، هعمله من اول وجديد، هقص من اول وجديد واحطه لكم. وان شاء الله الفيديو الجاي هنظبط الحاجات دي ونخش بقى في الحاجات اللي انا بحبها، الالوانات بقى والدلع، عشان نبتدي نروح معاكم لحاجه ثانيه فخمه. يعني اتمنى من الله عز وجل اني ما اكونش يعني بخلت عليكم بحاجه. دي اداه الكيرفز اهي، الجزء اللي فوق الاحمر الاخضر الازرق، كل الالوانات اللي انت بتظهر معاك هنا في الجزء اللي فوق. اللون اللي عكسه السيان، اللون اللي عكس الاخضر الماجنتا، اللون اللي عكس الازرق الاصفر. لو انت بتتلخبط يعني خد سكرين شوت تحطها قدامك، خلاص ثبتت معاك. تمام. اللهم صل على رسول الله. دايما خليك وانت بتذاكر اعمل على نوشن مثلا المذاكره بتاعتك، هتسهل عليك كتير قوي. يعني ما تقعدش تذاكر كده، خلي عندك مثلا مرجع. تمام. مثلا موقع نوشن زي ده كده قدامك، موقع جميل جدا جدا، ممكن تعمل فيه حاجات كتير قوي. في ناس يعني في تقريبا باشمهندس محمود ابو زيد كان عامل فيه كورس
ابدا فيه. انا نفسي انا شفت الكورس بتاعه، بس انت ممكن لو عايز تفهم الموقع ده ازاي تطلع منه احلى كواليتي، بس هو بسيط يعني. مش لو انت عايز تعمل بقى فيه جداول تعمل فيه حاجات، ممكن تاخد الكورس بتاع باشمهندس محمود. آه، الموقع ده بكل بساطه انت ممكن تشتغل بيه كريفرنس من الذكاء الاصطناعي وانت بتذاكر مني. طلع كل المعلومات الملاحظات اللي انت استنتجتها مني واكتبها وانت قاعد بتذاكر في الذكاء الاصطناعي، رصصها كده وابتدي قول للذكاء الاصطناعي كده كلمه كده فوق، نسق وحط ايموشن، فاهمني؟ هيبتدي ينسق لك الكلام ويرتبه. خده زي ما هو، لو حاسس ان هو مجعلصه عليك قول له لخصه في كلمتين. هتيجي على موقع نوشن وهتبتدي تحط تفتح مثلا ملف جديد وتحط فيه كل الكلام بتاعك. وفي طريقه هنا ان انت بتدوس على الثلاث نقط دول بيقوم هو مصدره لك PDF. انا مش عارف هو هنا بطيء ليه. طيب خلينا نشوف ده. مش عارف ده ولا ده، انا والله كنت فاتحه بس انا عايز اوريه لكم. ماشي اهو. بتحط فيه صور، بتحط فيه اي حاجه. الموضوع ببساطه اديكم بس نبذه عن الموضوع. انت كل اللي انت بتعمله بتيجي تحط الشغل بتاعك، الكلام اللي انت بتكتبه، الكلام ده كله. عايز تحط صوره بتيجي تدوس هنا على الزائد ده كده، تمام، وبتبتدي هيشلني طبعا عشان ملفي ضخم فهيجنني يعني. المهم يعني هتبص تلاقي ان انت بتحط فيه صور، تحط فيه فيديوهات، بس هو بيديك تقريبا جزء فري. هو يشغلك الجزء الفري يعني. لو انت تقريبا ما بتحطش فيديوهات او كده، هبص تختار ايمج وتخش تاخد الاستوكايه اللي انت عايز تاخدها تحطها، بحيث يبقى مرجع ليك. لو انت واخد سكرين شوت من اي محاضره هتحطها تلاقي الدنيا ظبطت معاك. عايز بعد ما تخلص بتدوس على الثلاث نقط دول وتعمل اكسبورت PDF، بينزل لك PDF زي ما انا عامل كده. حبيت تخش تعدل في كلمه تعدل، هو زي الوورد كده بتعدل وتظبط الدنيا والدنيا معاك احسن. يعني اتمنى يكون الفيديو فاتكم واستفدتوا منه وتعلمتوا منه معلومه جميله وحلوه وممتعه. اسال الله ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وينفعني واياكم بما فيه الخير لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله. قبل ما ننهي الحلقه بتاعتنا حابب ان انا اسالكم سؤال. ايه اللي انت تعرفه عن البرايسنج، يعني التسعير، وازاي بتسعر المنتجات بتاعتك؟ انا هشرح لكم الكلام ده في فيديو مفصل، لان انا لقيت ان في ناس كتير قوي ما بتتكلمش في الموضوع ده. بس انا عايز اسالك انت، لو انت هتسعر شغلك، ايه الستبس اللي انت بتمشي عليها او الخطوات اللي انت بتمشي عليها عشان تسعر تسعير مظبوط، وبتحلله ازاي؟ هسمع ارائكم في الكومنتات، وهقول لكم التبس اند تريكس اللي تخليك تسعر بطريقه كويسه، وانك انت ازاي تعمل بوزيشننج لنفسك، تمام، بطريقه سهله وبسيطه. بس انا عايز اشوف افكاركم انتوا بتفكروا ازاي، يعني ايه المعلومات الماركتنج اللي انتوا عندكم والبرايسنج، وازاي بتعملوا بوزيشننج، ومفهومكم ايه عن البوزيشننج. قول لي وهسمع منكم، وفي الاخر هديكم الايه. بس انا عايزك تتعب، يعني انا بديكم معلومات انا تعبت فيها سنين، بس انا عايزك انت ايه تفكر وتتعب وتقول انا تعبت في كذا، وساعتها انا بعد ما انت تتعب اديك المعلومه تثبت في دماغك. اشوف وشكم بكل خير، والى لقاء اخر ان احياني الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم